بردتي غديدك بردتي غديدك وصافي اسكت. انا اول مره كنشوف مولي بشعيب طالع بالدم. اسكت صافي بردتي غديدك. الياس المالكي يتعرض لابتزاز مره اخرى. الياس المالكي كيتعرض للابتزاز مره اخرى، وهذه المره اخواني اخواتي من عند موظف ديال السجن ديال سيدي موسى. اتمنى ان السي تامك، وحنا تنعرفوا السي تامك والله لا يخاف في الحق لومة لائم. يلا لازق لك اوليدي. السي تامك موظف بالسجن سيدي موسى سميتو محمد الحياري. محمد الحياري بغا 5 مليون. الياس المالكي كان غادي يسيق الطوموبيلات. راه كنا درنا على فيديو كنت كانت في رمضان، وكان داز الياس بطوموبيله من تمايا، تلاقى معاه تزايد معاه في الهضره، وكان سيرتو ركز ليه على ديك اللعيبه ديال كان قال ليه كان حيد سروالك نقلبوك وكذا، والياس ما بغاش، ومن تما تقعدوا في شكاك مع الموظف فهمتي. ومني رجع لتمايا دخل معاه في نقاش قدام السجن ديال سيدي موسى. اوكي، وبناء على داك الفيديو خونا بغى يدعيه وقال لكم كوا لا بغاني ندير ليه تنازل وما ندعيش ولا فر يعطيني 5 مليون. كيشوفوا هذا محمد الحياري الموظف بالسجن كيقول له الياس وقف الياس هو يقول ليه الله غادي ترجع مره واحده اخرى وسرك معروف. ويلي الياس المالكي ما مسكين مضعوق، طلع الدجاجه وزاد. مين طلع الدجاجه وزاد اش كيقول ليه؟ كيصيفط ليه كيقول له مراه الياس المالكي وقفني في الطريق وبغى يختطفني، وهذاك المدير ديال هذاك الموظف ديال السجن كبير كي غيدير لك الياس. وبالدليل ومشى دار به قال له تعطيني 5 مليون ولا ندير بك شكايه. 5 مليون سي تام كان نوريك الدليل على 5 مليون. نتوما هاد الياس المالكي هذا واش بغيتو تسكتوا لي القلب؟ مالكم اصاحبي محاسين؟ مالكم محاسين؟ ها ضربوا لي على هذا. ها هو محمد الحياري، هو هذا السي تامك، هو هذا. المايك سمحوا لي الدراري الله يحفظكم، سمحوا لي نعاود. هذا هو خونا اللي طرا اللجدلي، طرا ليه بلان مع الياس. قال لي المهم غدا كان كيدوي مع شي وحده، قال لها المهم غدا قبل ما ندخل الخدمه نقول لك شنو كاين ان شاء الله. صباح الخير نعيمه، بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. انت اش كتعاود؟ اشنو درتي؟ صافي الحمد لله بخير. انا نسمح ليه وما نتابعوش كيدوي على الياس، ولكن غيعطيني تعويض ديال 50,000 درهم، 5 مليون، حيت المحامي البارح قال لي حيت الا مشى حتى دخل ما بقاش عندك الحق دير ليه تنازل. يعني الا مشيت تكملت في هذا البروسيدور وشدوه دخل، يعني ما بقى عندي ما ندير ليه، ما قدرتش ندير ليه تنازل. دونك الحل الوحيد هو نتنازل ليه دابا، ولكن خصو يعطيني 50,000 درهم، 5 مليون. اوكي، حيت الا مشيت تدخل ما بقاش عندك الحق دير ليه تنازل، حيت اداره اللي غادا تتابعوا عندي اليوم الاخر باش نجاوبهم. انا شويه مع الوحده غنخرج ناخذ التليفون باش تقولي لي شنو كاين، باش نعلمو المره الجايه يتلقى ليا. اوكي، واش الياس تلقى ليه ولا داز من حداه ولا انا نوض الشوطاري بيناتهم يا مسان. هو بتصويرته باللعيبات دير سكرين شوت. هو محمد الحياري. انا الفقره الاخراني انا نسمح ليه وما نتابعوش، ولكن غيعطيني تعويض ديال 50,000 درهم. ولكن امتى كيولي البلان ابتزاز؟ امتى كتدخل في عمليه ابتزاز؟ نسولو شات جي بي تي، سمعوا نشوف. انا نسولو حيت محامي البارح قال لي الا مشى التنازل حيت المهم قريتوها 50,000 درهم. سي تامك وانتما حشومه حيقتوا على الياس الماكي بزاف اصاحبي. الياس راه بوالي. ولكن دابا الا تابعوا على ذاك الفيديو واش يقدر يصور ما عنده شي لعيبه؟ دايز الله بزاف اسئله شي اللي ما كرهتش نجاوب عليها. ولد باب الله وتيعاون عباد الله. ومشى كاع مسكين خدا فرقه من الله يمين دايره شي واحد، الله يمين خدا فرقه ومنشط ولاد ازمور ومنشط هادي كيعاون الناس. انت ما فهمتش كيعطيني هذا محمد الحياري. الم يبلغك ما فعلناه بالذي سبقك؟ الا تعلم هذا يا راس البلوطه؟ داس كويس. النصابه كيفاش كثروا عندنا في المغرب ما فهمتش. شوف اوكي اجي نقراوها. يعتبر الفعل ابتزاز عندما يقوم الشخص بتهديد اخر بنشر معلومات سريه، صور او فيديوهات خاصه، او الحاق ضرر بسمعته او ممتلكاته بهدف اكراهه على دفع مبالغ ماليه، تقديم خدمات او استغلال الجنسي، وجريمه تعاقب على القانون استغلال التظلم.
التهديد مباشر او غير مباشر بواسطه محرجه ضاره، اجبار الضحيه على القيام بفعل دفع مال تصرف غير لائق قطعه، غالبا ما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانترنت، القصد الجنائي، نيه المبتز في تحقيق مكاسب غير مشروعه، امثله شائعه التهديد بنشر صور او فيديوهات، التهديد باسراف الثروه المهنيه، التهديد بالايذاء الدراري يقول لي اين وحده في هادو كيدخل فيها هاد السيتوياسيون اللي كيدوي على ديال الياس. التهديد باذا جزء مقابل مبالغ ماليه، لا تستجب لمطالب استجابه تزيد من حده الابتزاز، اوكي نو واش كامله قضيه ابتزاز، ولكن ما عنديش الصلاحيات نقدر نقول لكم. نقول لك واحد الحاجه، انا تنعرف السيد تامك مزيان، كتبغي المشروع الحياري يا والله لا زقلك، وتا انا والله لا زقلتك. سمعتي الموظف ديال السجن ديال سيدي موسى، والله لا زقلتك غادي معاك دقه بدقه، ما تتحشمش. مشى دعاه قال لي الياس ما نعطيكش، مشى دعاه ورقا ما عرف بان الياس عنده هذا السكرين شات ديال 50,000 درهم. موقف السيد وقال لي راك غترجع، الاخر هز الطوموبيل زاد بساله هذه، والله بساله بالله، حماق هذا. ما عرفتش واش شرح لنا شكايه كيديه، ما بغيتو عند الراجل اصاحبي، اش بغيتو عنده، اش بغيتو عند السيد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخواني اخواتي، ياو الياس صراحه كما قلت لكم عشيري، الياس باغي يحقق شي لعيبه كبيره في المجال ديال التسيير الفراقي واداره الفراقي في المغرب. كما قلت لكم عطى اكزومبل بانتر ازمور باش يبروفي الفراقي الاخرين، مثلا بحال ديال اللي مشى الى واحد ديال العريش، باش يبروفي الفراقي الاخرين اللي غادي يمشي مثلا يبغي يخدم معاهم ولا يبغي يولي المدير ولا الاونر ديالهم، يبروفي لهم بان هي كان دوت وعنده قدره وعنده اكسبيريونس واكزومبل قدامكم بانني نقدر ندير شي حاجه مع شي فرقه الا دخلت في عمليه التسيير واداره الفريق. اوكي سو الياس مشى الفريق العريش باش يعاونهم حتى هما، صراحه وصل الضوء على ديك المنطقه، وحتى لي جون ديال مدينه العريش حتى هما عشيري فهمتيني، كاين فيه الهوب وتكون عندهم شي حاجه اللي تموتيفيهم كل صباح يفيقوا، فهمتيني، تكون واحد لو بوت كتخدم عليه، فهمتي، حيت كاينين بزاف الناس صاحبي ولا مشهورين من العريش اللي ما ديرون دود شيت لايك ذيس. والياس غيجي مان جديد عشيري وغيحاول الصاد يطور من الفريق ويعاون الفريق ويسلط الضوء على المدينه، ويحاول حتى يزيد بهاد الفرقه للقدام، يطلعوا مساج بو ما عرفتش انا ديفيزيون هما في الدراري واش دوزيام تروازيام ولا اي هاف نو ايديا، ولكن هو يشم دبات، فهمتي. هادشي اللي كيدير الياس دابا عشيري جاست ناضي بعد عشيري على المشاكل والصداع. الياس عشيري دابا از انتاتشبل الصاد، دار معاهم مزيان حتى المدينه ردوه بالفرقه، عطاهم بعد الدخله الاولى عطاهم 10 مليون. برو خاص شي باك جراوند يا دبليو الياس عشيري فور ذس.